فجرت شبكة سكاي سبورتس مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في مغادرة صفوف النصر السعودي بعد عدة أشهر من الانتقال إليه قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي. وذكرت شبكة سكاي سبورتس عبر موقعها الرسمي يوم أمس الثلاثاء أن ريال مدريد مستعد للاستعانة بكريستيانو رونالدو في منصب سفير الفريق الملكي، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة ناسيونال الإسبانية. ويعيش كريستيانو رونالدو فترة صعبة مع ناديه النصر، خاصة بعد توديع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي على يد الوحدة الذي ضرب موعدا ناريا مع الهلال في نهائي البطولة المحلية. ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة صاحب الصدارة. يذكر أن النصر مع كريستيانو رونالدو فشل في التتويج بكأس السوبر السعودي بعد خسارته في نصف النهائي أمام اتحاد جدة الذي توج باللقب على حساب الفيحاء. وأحدث انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي ضجة على مستوى الكرة العالمية، وشجع الأندية السعودية على التفاوض مع نجوم العالم من أجل استقدامهم إلى منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. ويدور الأمر حول سيرجيو بوسكيتس وكريم بنزيما ولوكا مودريتش وكذلك ليونيل ميسي الذي تمتع باهتمام متزايد من نادي الهلال. وكان كريستيانو رونالدو قد رحل عن مانشستر يونايتد بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، إثر تصريحات الدون البرتغالي ضد الجهازين الفني السابق والحالي للشياطين الحمر. وقاد كريستيانو رونالدو منتخب بلاده البرتغالي إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 قبل الخسارة بهدف دون رد أمام أسود المغرب، علما بأن الهدف حمل توقيع يوسف النصيري الذي يلعب في صفوف إشبيلية. ورد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي اليوم الأربعاء بطريقة خاصة على الأنباء التي زعمت بأنه يرغب في الرحيل عن الفريق السعودي بعد أشهر فقط من انضمامه إليه. وزعمت تقرير صحفية بأن رونالدو يعتزم الرحيل عن النصر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والعودة إلى فريقه السابق ريال مدريد ليتولى دور سفير النادي. ولكن سرعان ما دحض رونالدو هذه الإشاعات بنشره صورة على حسابه في موقع إنستغرام، وظهر الدون في الصورة مرتديا قبعة تحمل شعار النصر السعودي في إشارة إلى اعتزازه بالانتماء إلى العالمي. وكان النجم البرتغالي وقع في يناير الماضي على عقد بقيمة 175 مليون جنيه استرليني يبقيه في النصر السعودي حتى عام 2025.